عسلامة خالد. تو اليوم باش تكلمنا على التوكالي. عندك اخبار باهيه وماذا بينا في الفيسبوك الناس كلها تعرفوا على وزير العدل قبل، كانوا وقت بن علي وباش تحكي لنا عليه اطوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، معكم شاب تونسي طالب في رومانيا. آه، كل مرة أنا وأخو جمال كلنا يعني الوطنيين الشرفاء والبعث رمز من رموز الفساد أثناء الحفلة النوفمبرية. نحبوا نتعرضوا لشيء. وزير للعدل من سنة 1999 إلى حدود جانفي 2010، وترأس المحكمة الإدارية في أواسط التسعينات. السيد هذا كما نعرفوا كان من رموز اليسار في أواسط السبعينات، اللي كان أستاذ في القانون العام في كلية الحقوق في سوسة ودرس بها. فما كان لما وقع انقلاب 7 نوفمبر وقع استقطابه من طرف عصابة بن علي، وأثناء نظرا للميولات اليسارية وقع استقطابه من طرف النظام، وأصبح بيدق من كبار البيادق اللي لو سمعة القضاء في تونس في محكمة الجنائية، وقف علاقات مع قطاع هام اللي هو المحامين. أضف من ذلك أصبح العصا الغليظة في الأحكام اللي قاعد تصدر فيها القضاة من طرف مافيا الطرابلسية. وهنا أكبر مثال قضية مطعم الليدو في الحمامات اللي تسجن من أجلها. بشير التكاري كان المنفذ للتخطيط الجهنمي اللي يقوم به عبد العزيز بن ضياف في قصر قرطاج. بشير التكاري من الناس اللي قام بإقالة العديد من قضاة الشرفاء، ومن الناس اللي قام بإقصاء جمعية القضاة العديد من المرات. وأكثر من هذاك سابقة في تاريخ الدول العربية أنه أجهزة الأمن في تونس وهي سابقة خطيرة تقوم بالاعتداء بالعنف على أحد القضاة أثناء أزمة ماي 2005 بين وزارة العدل وجمعية القضاة اللي كان يترأسها القاضي أحمد الرحموني. ثم معلومة أخرى بشير التكاري لازم نعرفوا السيد ضايا أنه حتى من المنطلق الأخلاقي إنسان لا يموت الأخلاق بصلة. يعني زوجته اللي تقدر تقول عدت معاه أغلبية حياته، أول ما أصيبت بمرض السرطان فما كان منه إلا قام بتطليقها، وبعد ربطت علاقة غرامية مع طالبة من الطلبة متاعه في كلية الحقوق شابة، وتزوج بها وترك مرته تعاني في ويلات السرطان. بشير التكاري من الناس اللي على مستوى ولاية مستير كان يشتغل بالنيابة عليه قوة على علاقة مباشرة مع وكيل جمهورية في المنستير، ووصلت يعني قضايا فيها أحكام كبيرة بالسجن. بشير التكاري من الناس يعني أصبح في عهده القضاء بزنس بأتم معنى الكلمة. وهنا يقولوا اللي عنده راهو شبكة من حكم التحقيق لوكيل جمهورية القضاة في دائرة الاتهام، عنده شبكاته اللي قاعدة تشتغل معاه. لازم نعرفوا اللي قضية عماد الطرابلسي في 2005 عملية اليخت، واللي قام نيكولا ساركوزي في ماي 2005 بإرسال وزيرة الدفاع الفرنسية في زمن شيراك آخر فترة شيراك لتونس للاستفسار عن عملية اليخت المسروق من التراب الفرنسي. بشير التكاري من الناس اللي قام بتوفير الحماية القانونية والقضائية لعماد الطرابلسي باش السلطات التونسية ما تسلموش للجهاز الانتربول.
يعني باش تفهموا الفترة هذيك عماد طرابلسي وصل يعني مطلوب من طرف جهاز الانتربول، إلا أن بشير التكاري عبر تعليمات من ليلى طرابلسي ما قامش تسليمه جهاز انتربول. يلزمنا نذكروا اللي أكثر فترة معناها من أكبر الفترات اللي تونس يعني وقع التضييق وتضييق الخناق على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في وقت رئيسها سي مختار الطريفي كانت في وقت بشير التكاري. بشير التكاري عبر إصدار العديد من الأحكام القضائية المستعجلة قام يعني بتشميع جميع مقار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. هذا في تذكير يعني في تفعيل للذاكرة الوطنية أنه الإنسان هذايا كانت من الناس اللي رسخت مفهوم الدكتاتورية وأضافت المساحيق على الحقبة النوفمبرية التعيسة. بشير التكاري كان ينتمي أحد الأقطاب في الرئاسة اللي هو عبد العزيز بن ضياء، وكانت المخططات الجهنمية تصير في قصر كرتاج عن طريق عبد العزيز بن ضياء، ومن بعد يقع تمرير معاقبة المنافسين السياسيين عن طريق جهاز القضاء. يعني لازمنا نذكروا عنده قاضي صديقه اسمه بالقاسم البراح. القاضي هذايا كان اليد طولة لبشير التكاري في القضاء. حاجة ثانية، في عهده هو وقع ترقية العديد من القضاة المرتين في الفساد. الحاجة الثانية، السيد هذايا بتوفير حاسوب لكل قاضي. العديد من أعياد افتتاح السنة القضائية فما كان الحديث هذايا إلا كلام على ورق، يعني بمرور الأيام والأشهر يتبين كذب السيد هذا. وكيفاش يا خالد كيفاش فما قضاة معناها مورطين في معناها ولا معناها في القضايا معناها اللي معناها على ناس معناها ما عندهم حد شيء، وحطوهم في الحبس وعذبوهم وجلاده والطب اللي عطات سيرتيفيكا ميديكال وكل شيء، يلزمك تحكي عليهم وقت هالتوكالي هذا. هل الوزير العدل اللي معناها ظل يتسيب ما عادش تسيب ولا ما تسيبش وما صارش المحاسبه فيه ما عنده كما العقربي خاطر عنده دوسيات على برشا ناس وهذاك علاش خافوا وسيبوه. تفضل. يلزمني نأكد على حاجة، اللي في افتتاح السنة القضائية 2008-2009 بشير التكالي قام بنقل العديد من القضاة من ولايات يعني الساحلية وقريبة للعاصمة وقام بمعاقبتهم. وهنا نذكر ثم ثلاثة قضاة هذوما قام بنقل من الجنوب التونسي، منهم قاضي قام بتحويله بصيفته كحاكم للناحية إلى ولاية توزر. يعني باش تشوفوا سياسة نتاع التشفي. أنا هنا ما نستحضرش الأسماء لأنه كانت فترة طويلة هذه، لكن عندي الوالد وقتها مطلع على جميع التفاصيل حركة النقلة القضاة، وأكد لي اللي القاضي هذا قام بالتصدي للعديد من التعليمات، لأنه تعرفوا أنتم في القوانين كان معمول بها واللي حاليا مازال معمول بها أنه وزير العدل يعتبر الرئيس الفعلي للنيابة العمومية، وهو اللي يعطي التعليمات جهاز النيابة العمومية في تونس. هنا يلزمنا نأكدوا على حاجة مهمة. بشير التكاري قام بالعديد من المحاولات وحتى عن طريق السحرة والمشعوذين، وهذا الكل حكاية تنسيق بين عبد العزيز بن ضياء، ليلى طرابلسي، وخاصة في وزارة الاتصال سمير العبيدي. يعني من العوامل اللي قامت بتأجيج الثورة ومن الرواسب الرهيبة، السيد هذايا إعلاميا لم يحط بهالة إعلامية كبيرة ياسر، إلا أنه كانت تصرفات القضاة في عهده من أكبر العوامل اللي خلت الشعب التونسي يصاب بالاحتقان. السيد هذا إضافة لإقصاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومعاقبة
الصحفيين، لأنه يعني صارت أزمة بين الصحفيين والحكومة في سنة 2005، اتطورت إلى الاعتداء على الصحفيين في ماي 2005. وجد التعاطف من الرابطة اللي هي تعاني من التضييق، إضافة لما بعد تطور العملية لتضامن المحامين مع الصحفيين ومع الرابطة، فما كان للقضاة اللي أعلوا موقفهم المناهض لتصرفات وزير العدل. وفي كل مرة تكون التنسيق في الديوان السياسي للحزب الحاكم بين ثلاثي المطبخ السياسي في قرطاج اللي هما عبد العزيز بن ضياء، بشير التكاري، ووزير الداخلية رفيق بالحاج قاسم. السيد ضايا في وقته صارت عملية خطيرة ياسر، اللي هي عملية تهريب الأسلحة، واللي تورط فيها ابن الوالي السابق في سوسة اللي هو عبد الرحمن لماء. ابنه تورط في تهريب سلاح، والأكثر من هكاكا في وقته هو وقع تهريب الآثار واللي تورط فيها ابن الوالي السابق المهدية سنة 2010 أو 2009. ولم يقع البت المرة في أي من هذه القضيتين، وقع تمرير العملية في صمت رهيب. ثم حاجة أخرى مهمة، السيدة ضايا أكثر من هكاكا كان من الناس اللي طبقت في هدوء عملية التعديل الدستوري في سنة 2002. والأكثر من هذا وقع استدعاء العديد من المرات في سويسرا للرد على الاستفسارات حول وضع سمعة تونس في مجال حقوق الإنسان، لأنه كما تعرفوا تونس موقع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان. فوزير العدل وقع طلب منه للسفر إلى أوروبا العديد من المرات لتوضيح موقف تونس، خاصة بعد التقارير الخطيرة اللي ترفع فيها العديد من المنظمات الحقوقية مثل هيومن رايتس واتش وجرين بيس وجورناليست سون فرونتير فرنسا، أنه واقع حقوق الإنسان في تونس يمر بواقع خطير وخطير جدا. بشير التكاري في كل مرة كان هو الإنسان الموفق من طرف النظام لتبرير جميع التجاوزات اللي قاعد يقوم بها نظام بن علي في حق الحقوقيين، في حق جميع مكونات المجتمع المدني. فما حاجة نلفتوا بها نظر باش تفهموا اللي واقع القضاء آخر 10 سنوات في وقت وزير العدل الحالي. بشير التكاري في عهده وصلت المحاضر طرقا عند الكتاب العموميين في الشارع. يعني ايش رايكم اللي أسرار قضايا الناس قاعدة توجد في الشارع وطرقا عند كتاب عموميين، اللي اون برانسيب هذه خدمة تصير داخل أروقة المحاكم. وهذا من الأشياء اللي خلات التونسي يشعر بنوع من الإحباط وبنوع من احتقار الوضع هذا وفقدان المصداقية في النظام القائم وفي الأجهزة قائمة على السلطة. هنا فما حاجة ثانية، الأزمات السياسية الآخر صارت آخر 10 سنوات، ومنها عملية 2005 استدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون، إضافة إلى احتضان قمة المعلومات والإضرابات وإضراب الجوع اللي قاموا به مجموعة من الحقوقيين في 18 أكتوبر. بشير التكاري كان في كل مرة بالتنسيق سريا مع عربي قرطاج يقوم بإصدار وبخلق الفتوى القانونية لتمرير الأجندة السياسية، خاصة أنه في سرية كبيرة قام بالتنسيق مع ليلى بن علي لإيجاد ثغرات قانونية للتجديد للرئيس بن علي من سنة 2009 إلى سنة 2014. ثم حاجة أخرى مهمة، السيدة ضايا نظرا لعلاقاته، احنا كما نعرفه هو من نفس الجهة من بلدة من جهة الساحل، يعني نفس الجهة اللي ينتمي لها عبد العزيز بن ضياء اللي هي ولاية مستير اللي هو من بلدة المقنين. بشير التكاري لازم نذكروا اللي هو من بلدة سيف المديوني تنتمي للساحل التونسي. السيدة ضايا تعليمات من عبد العزيز بن ضياء، خاصة انه تعرفوا انه بن ضياء
مرته فرنسية الجنسية، قام بالتنسيق مع أحد يهود تولوز، وهذوما قاموا عبر علاقاتهم في الجامعة في فرنسا. سيونيست ولا؟ لا، اليهود. معناها ما نجمش نأكد يعني معناها اسكو مع تنقين الصهيونية أو لا، أما يهود، لأنه أنا متأكد منه أنه زوجة عبد العزيز بن بيا هي فرنسية يهودية، وهذا في خطر كبير على الدولة، لأنه يعني أنك تكون ما يعني تصنع القرار في الدولة وزوجتك فرنسية. فابن بيا قام ب علاش؟ مش مشكل. خالد اما ما يسالش، تكلم. لا، إذا تكون زوجته فرنسية، لأنه أنت هنا قاعد في السلطة وتجم تعطي أسرار دولة ثانية. دونك هذه من الحوايج فهمتي مهمة جدا. يعني ما يلزمش تكون زوجتك من جنسية ثانية إذا أنت عندك طموحات سياسية، لأنه هنا فما أسرار دولة، فما لا كويزين انترن دو ليتا، وهذا هو الشيء الخطير. وهذاك علاش فهمتي بورقيبة لما تسلم السلطة في تونس قام تطليق ماتيل وتزوج من بورقيبة. باهي نرجعوا احنا هنا. تكلمنا على التكالي اكثر من الحاجات هذه معناها. بالنسبة يعني فما نقطة مهمة، عملية الماجستير في الحقوق اللي أسندت ليلى بالعلي، كانت تنسيق بين عميد كلية الحقوق في تولوز وعبد العزيز بن بيا، وهذا الترتيب الكل صار بين بشير التكاري وزوجة عبد العزيز بن بيا باش يمكنوا ليلى الطرابلسي من الحصول على الماجستير في الحقوق. معناها حتى الدبلوم تاعو مسروق. يعني اللي انا معناها موجوده عندي حاليا. نعدي لك الكلمه اخويا. بارك الله فيك خالد. تنجم تتكلم زاد كيفاش صار الحكم معناها على ناس برشا بالباطل، تعذبت برشا ناس من الاسلاميين، من اليساريين، من حقوق الانسان، من الناس اللي تحب الخير لتونس وتجيب لتونس. كيفاش القضاة، فما برشا قضاة معناها عمدا معناها حكموا على ناس بالباطل، وما زالوا في الساحة السياسية توا يحكموا. وين الهيئة العليا بتاع القضاة تجبد القضاة هذم الرموز الفساد اللي يعرفوهم حكموا معناها بالباطل. تصير مشكلة. المحاسبة ما صارتش، ولو حتى مع الوزير النهضة سي البحيري اللي معناها شرط مشاكل معها كبيرة ياسر. والطب اللي عطاو بسيرتيفيكا ميديكال، وفما طبيب خاصة في نابل اللي بتاع السقطة القلبية اللي تفضح في الفيسبوك معناها من العهد بتاع بن علي. اوكي، من بارك الله فيك سي خالد. عندك ما تزيد حاجة أخرى ولا لا؟ بالله خويا جمال، دقيقة بالله. ولكن أقول أن وزير العدل في الجهة المقابلة هو سابقا أستاذي في مادة القانون الدستوري في كلية الحقوق في سوسة. أنا تلميذه، يعني أنا طالب في هذه الكلية لوزير العدل الآن السيد بشير التكاري. وأغلب هؤلاء المهاجرين هم من تلاميذ لكثير من الوزراء الفاعلين الآن في السلطة. يعني هم التلميذ هو مثل الابن يعني. فأنا هنا يعني أناشد وأطالب كل الخيرين وكل الطيبين وكل الإرادات الصادقة في الحكومة وفي الأحزاب السياسية المعارضة وفي الأحزاب ما يسمى بالموالاة ورأس الدولة ورأس الدولة ورأس الدولة ورأس الدولة. أطالبهم جميعا بطي صفحة هذا الماضي الأليم، وأن تكف هذه المحنة، وأن تتسع تونس فعلا لجميع أبنائها.